منضبطين وانضباطيين وذا، ولكن بدينا كنشوفوا شي حوايج ماشي هذيك. وهادو السادي واش كانوا في جهاز سابقا ولا باقي كانوا كيزاولوا لحد الساعه المال؟ الرئيسي باقي محسوب على الجيش. المتهم الرئيسي باقي محسوب على الجيش. نعم. وخالو في البلير. خالو في البلير يمارس. هاد الناس هادو ملي واجههم السيد ممثل الحق العام بالتهم، هو تشبت انه ما كانش عاقل، كان تحت تاثير المخدرات وما عرفتش اش دار. الخليله ديالو قالت انا ملي قجو انا اللي حيدت له الخيط ودخلت وقلت لي حطني، وصلها جابها من النواحي ديال شتاك لابلاج ديال سميتو لا 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 هي في النواحي ديال طريق القنيطره، وحطها في سلا وبقات هي كتصل. ماشي بوسلام لا؟ لا ماشي بوسلام، لا الهاجي. فحطها وجا في حالته لكازا، بقى كيدور في كازا معاه السيد اللور ومعاه السيد كما باقي بالروح. انا والسادي نقدروا نديروا واحد الطريقه اخرى الا كان ممكن باش الامور توضح اكثر. الا كان ممكن تعطيني العلاقه ديال ياسين من الاول. جا اتصال هاتفي، هو عنده طوموبيل. ياسين كيدير اندرايف، كيخدم بالسياره كريو، فجاه اتصال هاتفي من واحد السيده اللي هي فشي حاجه، مشى لبى الطلب، مشى ركبوا مع بنت اول اللي هو المتهم الرئيسي وهذيك السيده. ملي غادي في الطريق كيخنقوا هذاك السيد بواحد الحبل. كيخنقوا ياسين، ولكن ياسين كان صايق ديك الساعه ولا توقفت السياره؟ كان صايق، وملي خنقوا وقفت السياره، والسيده بدات تقول ليش هادشي وهذا، بدا شويه دار الارتباك بيناتهم، لاحوا في الطوموبيل للور وساق الطوموبيله، حط السيده في سلا وجا لكازا. خلى الخليله ديالو في سلا وجا لكازا. عند من جا في كازا؟ جا كيقلب، جا لدار، جا عند خالو اللي هو داك البلير، وطرق واحد صاحبو، واحد مول السونتر لافاج ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم بقى داع والدري والسيد موراه. وياسين هذيك الساعه ملي داروا اللورو عايش ولا ميت؟ كان كيحتضر، يعني كان كيحتضر، وكان الامور ما واضحاش، بحيث ركبناه واحد السيد في الطريق، واحد السيد من ذوي السوابق اللي تبين في الاخر انه تابع حتى هو بالمشاركه في القتل العمد، وركب خالو، ركب صاحبه اللي قال طلع شاف داكشي وقال لي راه واحد السيد داير اوفر دوز، واللي كلهم شهدوا بانه حتى هو كان تحت تاثير المخدرات، ولكن تاثير المخدرات يدخل في الحياه ماشي. شكون هو تحت تاثير المخدرات؟ المتهم الرئيسي. المتهم الرئيسي بان لهم قال لك حكا في تحت تاثير المخدرات انه مفوت. في نظرك استاذي الفاضل، هادو كاملين الا كان الهدف ديالهم السرقه علاش يديروا ياسين هادشي؟ الهدف ديالهم السرقه، راه هذاك شي حاجه. المتهم الرئيسي هو اللي كان الهدف ديالو السرقه. هادو جاو غير في الطريق، دابا ملي شافوا الجريمه ولا طالعوا على شي حوايج مشبوهه ما قاموش سميتو بالمسائل اللي خصهم يقوموا بها، لا بلغوا ما والو، شي سكت، شي مشى بحالاتو. بحال واحد دازو عنده هو الاول مشى العين ديال بقى مقصر حتى الصباح. السيده اللي جا عندها المتهم الرئيسي جابت عندها حوايجو فيهم الدم، الخليل ديالها تنير عليه. الا سمحتي لي، هذيك الخليله ديالو قلتي راه خلاه هو في واحد البلاصه ومشى لكازا. واحده اخرى معاهم هنا في الدار البيضاء، يعني خلى الخليله ديالو جا عند شي صاحبته اخرى تاهي. شي صاحبته جا عند صاحبه، وداك صاحبه ملي جا لقاه لابس حوايجو ما عجبوش الحال، خرج من تما ثاني عاود مشى بالسياره، لقات له شي حاجه في الطريق تفرقع له بنو. لكن قبل ما يمشيو يقصروا لهاد الكوارث استاذي، الدري ياسين فين هو؟ بقى في السياره؟ في السياره داك الساعات، في المرار؟ لا كان غير اللور وعايش؟ جبدوا له باقي عايش هذيك الساعه؟ لا ديك الساعه ما معرفش شنو كان، يعني حتى الاخر كنسمعوا كان الدم، ما كان الدم هذا حتى نشوفوا لوطوبسي اشنو عطات، واش الدم ناتج عن ضرب، واش ناتج عن خنق، واش ناتج على شي حاجه. من موراها استاذي كيفاش هذا الحرق وهادشي؟ هذه العمليه ديال الحرق كلشي كيتبرى منها، والمتهم الرئيسي كيقول لك انا درت كلشي بوحدي، والحال انه ما كانش، اللي تبين من خلال التناقضات اللي كانت بيناتهم، يا اما خالو ساعدو يا اما داك السيد اللي ركب معاه ساعدو، ما يمكنش واحد اللي يساعدو في الحرق باش يخفي معالم الجريمه باش
يتنصر. الملف بدا او الجريمه بدات بسرقه وكبرات، هذا هو اللي وقع. ناس اخرين الاغلبيه عندهم عدم التبليغ او لا عدم تقديم مساعده. وسمعنا كذلك حتى شي واحد يمكن اللي جاب البنزين ولا شيء من هذا القبيل. هو مول البنزين. شكون هو؟ هو المتهم الرئيسي. لانه السيد اللي كان راكب معاه ضربه يشرب من شي قرعه ديال هذا، وكيقول لك هذه كان فيها غير المازوت. السيد الاخر قال راه كان فيها ايسانس. شنو داروا من بعد السادي ملي قصروا؟ هذاك التفسير اللي ما عطاوش لا السيد وكيل العام عند قضيه تحقيق بطبيعه الحال. انا كنوع الطرف المدني ما يمكنش نعرف شنو يعني هذه الامور الاوليه. هادشي اللي كاين. دابا عندنا 6 في الايداع وثلاثه راه تيتاخذ فيهم قرار ديال هاد 6 فيهم الخليله ولا الاخرى؟ لا الخليله. هذيك تاع الايداع تعتقلت؟ اذا لا هي لا خالو لا سميتو لا المتهم اللي تيتهموا بانه كان معاه وبغى يشرب لقى ايسانس ولا لقى هذا. ما كان دارت بيناتهم شي 1000 درهم 1000 درهم، واخا هو حاول ينكرها واخا الاخر حاول ينكر باين، لان واحد ما تعرفو ما تعرفك ركبتي وجا شاد الكاميرا كيسلم على شي وحدين. المسائل كانت دابا غيبقى لينا والسادي هو من مورا من بعد ملي كيفاش غتشدوا هذا الولد وكيفاش غتحرقوه وكيفاش غديروا هادشي. هاد المسائل هذه ما واضحاش لان ما طلعناش على الملف ما شفناش. وللعلم ان هذاك السيد عطى شي 4 ديال التصاريح، 4 المرات كل تصريح ما تيشبهش الاخر، وجاب الخامس اليوم لعند السيد قاضي التحقيق. اللي ضرني انا في خاطري هو انه امام السيد قاضي التحقيق ولا حتى امام السيد وكيل العام الملك تيتبنى واحد الصوره ديال شي واحد بسيكوبات. هذا المتهم الرئيسي. المتهم الرئيسي مريض وما قادرش يهضر، هو هذا وتيطلب السماحه من العائله، ولكن في انتظار تقديمه امام السيد قاضي التحقيق كان كيضحك هو والخليله ديالو هاضرين عاديين واقف عادي. الخلاصه دابا السادي هو الهدف هو السرقه، وهاد السرقه هذه طورات الامور ولات في الخنق وهزيتيه وسافرتي به ومشيتي به للدار البيضاء وقلبتي على الرفقاء ديال كل من ساهم او ساعد من اجل ارتكاب الجرم. وصلنا عن غير علم، لانه حتى اللي ما كانش عن غير علم راه ما مشاش بلغ ما مشاش مدي المساعده. وصلنا دابا انه كيفاش غادي تشدوه وديوه وتحرقوه وتحطوه في دار بوعزه في الدار البيضاء فين تلقى ياسين. ولاد عزوز لا هو اللي دار، ما كاينش واحد اخر اللي دار، وجاب الطوموبيله دار المحبه ديالو حطها. ولا زال يزاول المهنه ديالو، هذا باقي في العسكر. قال واش انت فايت ندوز بعدا واحد 3 شهور تنظن ديال السجن في الميليتار، شي مخالفه ديال الضوابط العسكريه، والاخر اللي تسهل له فهذا واللي شرا ما عنده تليفون حتى هو عسكري سهل له الكريدي حتى هو فايت ندوز شي 7 شهور. هذاك موقف من الميليتار في مره. شحال من واحد دابا السادي اللي كاينين في العسكر؟ كاين هو وكاين هذاك خالو في البلاد. خالو تا مشى معاه بالمشاركه. فيما يخص يعني اللي فهمت انا هو هاد الخليله ديالو اللي المعلومات انه هي فرمليه ولا ما عرفت كان كيعرفها مده طويله. كتزاول المهنه ديال هذا في اكدي طالكالت. وواحد التصريح اخر كتقول فيه كانت معاه في الرشيديه حتى هي كانت تمات ما فين تعرف عليها. السؤال اللي عندي كذلك هو السادي منين جابوا عندنا التليفون ديال ياسين؟ فين تعرفوا ياسين وشنو علاقتهم بياسين المرحوم؟ دخلوا لابليكاسيون